عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معكم مس إيناس عبد الله. احنا لسه في المحور الأول وهنشرح النهاردة الدرس الثالث من الوحدة الأولى بعنوان موقع مصر بالنسبة إلى العالم. يعني إيه العالم يا ولاد؟ العالم يعني كوكب الكرة الأرضية. طيب مما يتكون كوكب الكرة الأرضية؟ يتكون كوكب الأرض من مجموعة من القارات ومجموعة من المحيطات. طيب يعني إيه قارات ويعني إيه محيطات؟ القارات هي مساحات واسعة من اليابس تضم عددا من الدول، وطبعا الكرة الأرضية بتضم 7 قارات، وتعالوا كده نتعرف مع بعض على أسمائهم من خلال الأغنية دي. 7 هي 7 قارات العالم، هي 7 هي 7 قارات العالم، هي 7 آسيا، أوروبا، أفريقيا، أستراليا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية. يبقى احنا اتفقنا ان قارات العالم هم 7 قارات: آسيا، أوروبا، أفريقيا، أستراليا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. يبقى كده مجموع قارات العالم 7 قارات. يعني ايه قارة؟ يعني مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول. طبعا ال7 قارات دول بنقسمهم لقارات العالم القديم اللي هم آسيا وأفريقيا وأوروبا، وقارات العالم الجديد اللي هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا، والقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا. وطبعا العلماء هنا بيقسموا قارات العالم إلى قارات العالم القديم وقارات العالم الحديث نسبة إلى اكتشافها. طبعا قارات العالم القديم هي القارات الأولى اللي تم اكتشافها واللي قامت عليها الحضارات واللي عاش عليها الإنسان منذ آلاف السنين. أما بالنسبة للقارات الجديدة فهي تعتبر اكتشافها جديد نسبيا بالنسبة لهذه القارات. تمام؟ يبقى نحفظ كده مع بعض ان قارات العالم القديم 3 قارات هما آسيا وأفريقيا وأوروبا. أما قارات العالم الجديد 4 قارات هما أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا والقارة القطبية الجنوبية اللي بنطلق عليها اسم أنتاركتيكا. تمام. طيب بالنسبة بقى للون الأزرق اللي موجود قدامنا على الخريطة دي، احنا خلاص تعرفنا على اليابس الموجود على الخريطة اللي هو بالألوان. أما اللون الأزرق فده عبارة عن ايه؟ اللون الأزرق يا ولاد اللي قدامنا ده عبارة عن مساحات واسعة جدا من الماء المالح ذات أعماق كبيرة. مساحات واسعة جدا من الماء المالح ذات أعماق كبيرة. عارفين ده تعريف ايه؟ ده تعريف المحيطات. يبقى اللون الأزرق اللي قدامنا على الخريطة ده هي مساحات واسعة من الماء المالح ذات أعماق كبيرة واللي بنطلق عليها اسم المحيطات. طيب احنا بقى عندنا كم محيط في الكرة الأرضية أو كم محيط في العالم؟ عندنا 5 محيطات. المحيط الهادي ده أكبر محيط، والمحيط الهندي، والمحيط الأطلنطي، وكمان المحيط المتجمد الشمالي، والمحيط المتجمد الجنوبي. وبكده نكون اتعرفنا مع بعض على خريطة العالم اللي بتتكون من 7 قارات و5 محيطات. تمام. في واحد بقى مركز دلوقتي معايا هيقول لي يا مس الخريطة اللي قدامي دي مش 5 محيطات، ده فيها 6 محيطات. طبعا شايفين النقطتين اللي لونهم احمر اللي عمالين ينوروا دول، ده موقع القطب المتجمد الشمالي والقطب المتجمد الجنوبي. انا رمز لهم بالرمز اللي انت شايفه قدامك ده. وعندي 4 محيطات تاني اهو. هقول لك ركز معايا. المحيط الهادي هتلاقي منه جزء في الشرق وجزء في الغرب، لان الخريطة اللي انت شايفها قدامك دي هي اساسا سطح الكرة الارضية اللي هو على شكل كروي. احنا فاردين سطح الكرة الارضية قدامك علشان تشوف الخريطة كاملة، لكن لو قعدنا الكرة الارضية الى وضعها الطبيعي فتخيل كده معايا الخريطة اللي قدامنا دي هنلزقها تاني علشان تكمل شكل الكرة. فهتلاقي المحيط الهادي اللي موجود جزء منه في الشرق وجزء منه في الغرب رجع تاني قطعة واحدة او مساحة واحدة من الماء المالح اللي هي بيطلق عليها اسم المحيط الهادي. لكن انت شايفها دلوقتي جزئين متباعدين لان احنا فاتحين الكرة الارضية او فاردين سطح الكرة الارضية قدامك علشان تشوفه كخريطة مسطحة زي ما هي واضحة قدامك كده بالظبط. يبقى انا فسرت لك دلوقتي ليه انت شايف المحيط الهادي دايما بيتكتب مرتين على الخريطة، لان طبعا الخريطة اللي قدامنا دي هي خريطة لسطح الكرة الارضية اللي هي على شكل كروي، ولكن احنا بنبقى فاردينها
منها علشان تبقى مسطحة قدامك وتقدر تشوف سطح الكرة الأرضية كله بالكامل على خريطة مسطحة زي اللي قدامك دي. تمام، يبقى احنا عندنا كم محيط؟ 5 محيطات. نرجع بقى لموضوعنا تاني، وهي خريطة العالم اللي بتتكون من 7 قارات و5 محيطات. طيب احنا ليه بنتعرف على خريطة العالم؟ علشان عنوان درسنا النهاردة هو موقع مصر بالنسبة إلى العالم. احنا خلاص عرفنا دلوقتي خريطة العالم شكلها عامل ازاي. تعالوا نشوف بقى أين تقع مصر بالنسبة للعالم. احنا هنتكلم دلوقتي عن موقع مصر الجغرافي. ويعني ايه موقع مصر الجغرافي؟ يعني موقع مصر بالنسبة لليابس والماء. يبقى تاني نقول كمان مرة، الموقع الجغرافي لمصر هو موقع مصر بالنسبة لليابس والماء. الموقع الجغرافي يا ولاد لأي دولة هو موقعها بالنسبة لليابس والماء. ركز بقى معايا كده، مصر بتقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة افريقيا. تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي لقارة افريقيا، وعشان كده هنلاقي ان مصر بتقع في قلب قارات العالم القديم، اسيا وافريقيا واوروبا. تقع مصر في قلب قارات العالم القديم، اسيا وافريقيا واوروبا، كما تعد قلب الوطن العربي. تمام، يبقى مصر قلب قارات العالم القديم وقلب الوطن العربي، وتقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة افريقيا. طيب تعالوا نشوف كده موقعها بالنسبة لليابس والماء. هنلاقي ان اليابس بيحيط بها من جهة الغرب والجنوب، اما الماء او البحار فبتحيط بها من جهة الشمال ومن جهة الشرق. نلاحظ ان مصر بتطل على البحر المتوسط شمالا وعلى البحر الاحمر شرقا. طبعا شايفين يا ولاد قد ايه موقع مصر متميز، فهي في قلب قارات العالم القديم، وكمان بتقع في قلب الوطن العربي، كما انها يحدها من الشمال ومن الشرق بحرين من اهم بحار العالم، وهما البحر المتوسط والبحر الاحمر. طبعا كل اللي قلناه ده اكسب موقع مصر اهمية قديما وحديثا، فقد ساعد موقع مصر الجغرافي على تسهيل الاتصال بجيرانها تجاريا وحضاريا، وكانت مصر مركزا تجاريا ومعبرا للتجارة الدولية بين الشرق في اسيا والغرب في اوروبا وامريكا. كانوا زمان يا ولاد لما يعوزوا ينقلوا البضائع بتاعتهم من اوروبا وامريكا الى اسيا كانوا بيمشوا طريق طويل جدا جدا اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. طبعا طريق رأس الرجاء الصالح ده هو طريق قديم كانت السفن تقطعه بالدوران حول قارة أفريقيا، ولكن طبعا من خلال حفر قناة السويس زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت سهل الأمور شوية واختصر الطريق. زي ما احنا شايفين طبعا السهم الأحمر اللي ظاهر قصادنا ده هو طريق رأس الرجاء الصالح. طبعا السفن كانت بتقطع مسافات طويلة جدا زي ما احنا شايفين بالدوران حول أفريقيا حتى تصل إلى آسيا. طبعا الطريق الطويل ده كان بيعرض السفن للمخاطر الشديدة، زي مثلا الغرق او التلف او تلف السلع اللي محملينها ما كانتش بتوصل كلها سليمة، علشان المسافة كانت طويلة جدا وكانت بتستغرق وقت طويل جدا حتى وصول البضائع من اوروبا وامريكا الى اسيا. طيب بعد حفر قناة السويس شايفين طبعا السهم الاخضر ده هو الطريق المختصر للسفن، فكانت السفن بتعبر من خلال البحر المتوسط وقناة السويس والبحر الاحمر ثم تذهب الى اسيا بشكل مباشر وبشكل مختصر جدا. كانت بتختصر المسافة والوقت بشكل كبير جدا. تمام، يبقى كده عرفنا ليه موقع مصر مهم جدا، وكمان زادت اهمية موقع مصر بحفر قناة السويس. طيب يا ترى ايه اهمية حفر قناة جديدة او حفر تفريعة جديدة لقناة السويس؟ طبعا احنا عارفين ان قناة السويس الجديدة تم حفرها عام 2015 ميلادية، والقناة الجديدة ساهمت في زيادة اهمية موقع مصر. ليه؟ لانها ساعدت على تقليل زمن مرور السفن في القناة من 20 ساعة الى 11 ساعة تقريبا، وساعدت على استيعاب سفن اكبر حجما وحمولة، كما ساعدت على السماح بمرور السفن في الاتجاهين. يبقى لما يسألنا عن أهمية قناة السويس الجديدة اللي تم حفرها عام 2015 ميلادية هنقول 3 حاجات. أولا أنها ساعدت في تقليل زمن مرور السفن في القناة من 20 ساعة إلى 11 ساعة تقريبا. 2 ساعدت على استيعاب سفن أكبر حجما وحمولة. 3 ساعدت على السماح بمرور السفن في الاتجاهين.
خلي بالك اوعى تتوه مني ان احنا بنتكلم عن اهمية موقع مصر الجغرافي. اتكلمنا عن ان مصر هي قلب العالم القديم، وكمان هي قلب الوطن العربي، واتكلمنا عن قناة السويس وازاي ان هي زادت من اهمية موقع مصر. طيب هل في حاجة تاني زادت من اهمية موقع مصر؟ ايوه طبعا في اهم حاجة، وهو نهر النيل. فنهر النيل يا ولاد ضاف اهمية كبرى لموقع مصر. تمثلت في ايه الاهمية دي؟ ان المصريين كانوا ولا زالوا طبعا بيعيشوا على ضفتيه، وقاموا باعمال الزراعة. وطبعا شايفين كل المصريين تقريبا عايشين حوالين نهر النيل. وكمان استخدمه المصريون كطريق للتجارة بين شمال مصر وجنوبها، وكذلك بين مصر ودول وسط افريقيا. وبكده نقدر نلخص اهمية نهر النيل على انه ساعد على قيام الحضارة المصرية القديمة وازدهار الاقتصاد المصري. يبقى يا ولاد لما نيجي نتكلم عن اهمية موقع مصر لازم اولا نتكلم عن اهمية موقع مصر الجغرافي اللي هو بالنسبة لليابس والماء، موقعها على الخريطة يعني. وكمان نتكلم عن العوامل اللي ادت الى زيادة اهمية موقع مصر، زي مثلا قناة السويس، وكمان زي نهر النيل. وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس الثالث من الوحدة الأولى المحور الأول. درسنا النهاردة كان بعنوان موقع مصر بالنسبة إلى العالم. اتعرفنا على حاجات كتير جدا فيه، تعرفنا يعني إيه عالم ومما يتكون العالم، وكمان اتعرفنا على أهمية موقع مصر الجغرافي، وكمان العوامل اللي زادت من أهمية موقع مصر زي قناة السويس وكمان نهر النيل. وبكده تكون حلقتي خلصت النهاردة. أتمنى أكون قدرت أفيدكم واستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.